السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في نشرة إخبارية جديدة بالمغرب. سنعطيكم موجز إخباري إن شاء الله، فلا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وشكرا لكم. خلف حادث منزلي خطير حالة من القلق في صفوف محبي الفنانة المغربية منال الصديقي، التي نجت بقدرة إلهية من تسمم حاد بغاز البوتان كاد أن يودي بحياتها داخل بيتها. وكشفت الصديقي في بوح مؤثر عبر حسابها الرسمي على إنستغرام أنها تركت قنينة الغاز مفتوحة في المطبخ عن غير قصد، مما تسبب في تسرب كميات كبيرة من الغاز، مؤكدة أنها بدأت تحس فعلياً بأعراض الغثيان والدوار وفقدان التوازن، دون أن تدرك أن الموت يحاصرها في تلك اللحظات. وأوضحت الفنانة المغربية أن الصدفة أو اللطف الإلهي كما وصفته هو ما أنقذها، حيث دفعها شعور مفاجئ للبحث عن قطها قبل الخلود للنوم، لتتوجه صوب المطبخ وتكتشف الكارثة قبل فوات الأوان. وبنبرة مليئة بالخوف والاعتبار، وجهت الصديقي نداء حارا لجميع متابعيها بضرورة تجديد المراقبة على قنينات الغاز وتفقدها بشكل دقيق قبل النوم لتفادي وقوع مآسٍ مشابهة، معتبرة أن حياتها كتبت لها من جديد في تلك الليلة المرعبة.